النصيحه دي لشباب الجراحين. يا جماعه لما بيجي لنا عيان محتاج عمليه، احنا بناخد الديسيجن في الجراحه، المفروض ان العمليه دي احنا مذاكرينها ومتمرنين عليها قبل كده وعاملينها كذا مره ومساعدين فيها كذا مره، زي ما نصحتكم قبل كده في فيديوهات انك هتروح تذاكر العمليه تاني قبل العمليه بيوم عشان تفتكر كل حاجه، ولو فاضل منك اي ديتيل صغيره ما انتش فاكرها تبقى فاكرها، وتبقى دايما ابديتد بتقرا لو طلع حاجه جديده في العمليه دي او ما طلعش. اهم حاجه بقى لما تيجي تعمل العمليه لو سمحتوا ستيك تو ذا بوك. يعني ايه ستيك تو ذا بوك؟ يعني هتعمل العمليه بالظبط زي ما انت اتعلمتها، زي ما هي مكتوبه في الكتب، ما تغيرش اي خطوات، لان لما بتعمل كده تضمن ان النتيجه دايما هتطلع كويسه زي الكتاب. بتحصل كل المشاكل لو ابتدينا ننط خطوات او نطنش خطوات او نقول الخطوه دي مثلا ممكن ما تبقاش مهمه في العين ده، احنا ممكن ما نعملهاش. لا، مفيش حاجه كده. دايما ستيك تو ذا بوك، ستيك تو ذا رولز. كل ما هتفضل ماشي على الكتاب وماشي على القوانين المحطوطه وماشي على وصف العمليه بحذافيره زي ما هو، هيبقى نتائجك دايما في الجراحات احسن. انا دكتور شريف خالد، استاذ جراحه عظام، وبشتغل جراحات بقالي اكتر من 20 سنه، والحكايه دي نافعه معايا لحد دلوقتي. دايما نتائجك هتبقى احسن.